القلق اللي محدش فاهمه اسمه القلق من راحة. عمرك حسيت انك لما تهدى بتقلق وعلشان ترتاح لازم تتوتر؟ غريبة مش كده؟ لا، دي حالة نفسية حقيقية، ده اسمه قلق الراحة. ناس كتير أول ما تبقى في أمان أو هدوء يحسوا إنه في كارثة جاية. طب ليه ده بيحصل؟ عشان ببساطة المخ اتعود يعيش على طاقة الخطر، فلما تبتدي الأمور تهدى المخ يفتكر إن في حاجة غلط. ليه مفيش مشكلة؟ أكيد في مصيبة جاية. تلاقيك قاعد مرتاح فجأة قلبك يدق، يومك ماشي كويس تبدأ تفكر لا أكيد في حاجة هتبوظ، وده يخليك ملحوق بإحساس تهديد طول الوقت. أنت دايما مهدد. طب إيه الحل العملي السريع؟ أول حاجة لازم نعرفها إن إحنا نعرف إن ده نمط عصبي مش إحساس حقيقي. لما القلق يظهر قول لنفسك جسمي لسه بيتعلم الهدوء، وده شيء طبيعي. في تكنيك هنتعلمه مع بعض وهو تكنيك النفس، إن إحنا ناخد شهيق في 4 ثواني وبعدين نعمل بوز لمدة 3 ثواني وبعدين نخرج النفس في 6 ثواني. دي حاجة بسيطة جدا بتعمل إعادة برمجة فورية. لو نفسك تهدي بس مخك مش بيسمح، اعرف إن ده مش ضعف منك، دي عادة عصبية ومن السهل نغيرها. لو عايزين جزء تاني من إعادة تدريب المخ قولولي.